حالات السمنة التي نشاهدها كثيرة، لكنها في حالة خالد الشاعري مختلفة تماما، فهو أسمن رجل سعودي، بل وإحدى أسمن الحالات في العالم. خالد ابن 22 عاما، منذ 3 سنوات لم يبرح سريره الأبيض، وزنه الآن يتجاوز 600 كيلوغرام. كانت بالأمس رحلته العلاجية نحو نقله من جازان للرياض، فكيف كانت تلك الرحلة والاستعدادات التي بذلت لها؟ هي تجربة أولى ليست لنا كإعلاميين فقط، ولكن لملاحي الطائرة والفريق الطبي أيضا. أكثر من 610 كيلوغرامات تنقل بعناية من مدينة إلى أخرى، وكلنا أمل بأن نوفق في نقل خالد بن محسن الشاعري دون حدوث أي مضاعفات، وليس لدى الجميع أي تصور عن حجم وصعوبة المهمة. أقلعت الطائرة C-130 العسكرية التابعة لوزارة الدفاع في تمام الساعة 5:30 صباحا من مطار قاعدة الرياض الجوية، وتم اختيار تلك الطائرة بشكل خاص لقدرتها الاستيعابية التي تحمل سرير خالد الذي يبلغ عرضه 95 سنتيمتر، وهو الأضخم الذي ينقل على طائرة. وكانت الطائرة خاصة للإخلاء الطبي ومجهزة بغرفة عمليات وغرفة عناية مركزة، ولم يكن هناك إلا 6 كراسي يتناوبون عليه 20 شخصا من الأطباء والإعلاميين. استمرت الرحلة من الرياض إلى جازان ل3 ساعات. كان الجو العام داخل الطائرة أسريا. خالد الشاعري أضخم بدين في السعودية، ويعتبر الرجل الأكثر وزنا الذي تعاملت معه وزارة الصحة على الإطلاق. كانت المخاوف لدى الفريق الطبي من الأعراض النفسية التي يمكن أن تحدثها عملية النقل أكثر من الأعراض العضوية، وذلك لأنه ولمدة 3 سنوات و4 أشهر لم يغادر سريره ولم يرى الشمس. بإذن الله أولى علامات شفائك يا خالد هذه الابتسامة اللي على وجهك، الله يحفظك إن شاء الله ويكتب لك العافية والسعادة. شاهدنا التقرير الذي تحدثنا فيه عن الرحلة من الرياض إلى جازان لنقل خالد. الجزء الآخر من التقرير عن الوصول إلى جازان ونقل خالد إلى الرياض، نشاهده من ثمنه. استكمالا لقصتنا في نقل خالد الشاعري، ذلك البدين الذي لم تغادر البسمة شفتاه طوال الرحلة، وصلنا إلى مطار الملك عبدالله الإقليمي بجازان، وكانت سيارات خاصة بنقل الوفد بانتظارنا، وتوجهنا على الفور إلى مستشفى الملك فهد، حيث كان خالد الشاعري يقطن في سكن المستشفى. وفور وصولنا إلى الموقع كانت فرق الدفاع المدني متواجدة مجهزة خطة لنقل خالد. حيث أن خالد كان يقطن في شقة في الدور الأول، فقد أعد الدفاع المدني منصة وضعت على فتحة مستحدثة في جدار غرفة نوم خالد الذي لم يغادرها منذ 3 سنوات، تمهيدا لإخراجه في ظل استحالة نقله عبر باب الغرفة بسبب ضخامته. وكان أول ما شاهده جيرانه وأصحابه وكلهم أمل بأن تتم عملية النقل بسلام. حمل خالد من تلك المنصة عبر رافعة متوسطة بعد أن تم ربطه بسرير مرتديا نظارات شمسية لمنعه من رؤية أشعة الشمس، خصوصا وأنه لم يراها منذ زمن. ومن ثم أدخل بسيارة الإسعاف الذي سوف تقله إلى الطائرة. وبعد أن وصل خالد بسيارة الإسعاف إلى المطار وأنزل منها بواسطة رافعة بنفس الطريقة التي أخرج من غرفته من خلالها، ووضع بالطائرة التي كانت بانتظاره. وبعد أن أقلعت ونحن نرى خالد بابتسامته والتي يريد أن يقول من خلالها شكرا للجميع، شكرا لك أبا متعب، شكرا للفريق الطبي، شكرا لكم أصدقائي. كلنا ندعو لك بالشفاء يا خالد. خالد من عشاق كرة القدم، يتابع القنوات الفضائية الرياضية باهتمام وشغف.
حالته في هذه المرحلة وما قبلها لم تسمح له بالدراسة. إن شاء الله يا خالد بعد العلاج وعودتك لعافيتك تمارس الرياضة وتشاهد القنوات وانت مبسوط ومرتاح وتعود لدراستك إن شاء الله. يكفينا من هذه الحلقة فقط شغلتين بس، الأولى الدعاء لخالد أن الله يشفيه، الشغلة الثانية بث رسالة قوية للمجتمع السعودي بمخاطر